في حاجة واحدة بس لما بتتغير في حياة أي بنت بتتغير معاها حاجات كتير جدا. ثقتها بنفسها، طريقتها في الكلام، قراراتها، أحلامها، وحتى نظرتها للمستقبل. والحاجة دي هي إنها ترجع تحس إنها جميلة، أنثى وعندها جاذبية. لأن أكتر حاجة بتدي أي بنت قوة ودافع إنها تكمل وتنجح وتحقق أهدافها إنها تكون راضية عن نفسها، حاسة إنها مهتمة بنفسها وشايفة جمالها وقيمتها كل يوم وهي بتبص في المراية. وعمرك ما هتوصلي للإحساس ده من غير ما تهتمي بنفسك وبأنوثتك وبالتفاصيل الصغيرة اللي مع الوقت بتصنع فرق كبير جدا في شخصيتك وشكلك وإحساسك بنفسك. وصدقيني، أول ما تبدأي الرحلة دي هتكتشفي إن استحقاقك بقى أعلى، هتعرفي إنك تستحقي الأحسن، وإن عندك القدرة توصلي لأحلام وأهداف كتير. مش هترضي بالقليل ومش هتتنازلي عن نفسك علشان ترضي أي حد، لأنك ببساطة هتبقي عارفة قيمتك. وعلشان كده في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض خطة كاملة نرجع بيها لأنوثتنا وجاذبيتنا واهتمامنا بنفسنا، ونرجع نحس بالإحساس الجميل اللي يمكن ناس كتير فقدته وسط ضغوط الحياة. يلا بينا نبدأ رحلتنا ونشوف هنعمل إيه علشان نرجع أفضل نسخة من نفسنا. وأول خطوة في رحلتنا دي إننا نتعلم إزاي نهتم بجسمنا بالطريقة الصح من الخارج ومن الداخل، لأنه مهما اشترينا منتجات أو جربنا وصفات لو مش عارفين الأساسيات هنفضل نهدر في فلوس ووقت ومجهود من غير ما نشوف النتيجة اللي بنحلم بيها. أما بالنسبة للعناية الخارجية فهي أبسط بكتير مما الناس متخيلة. هي قايمة على 3 خطوات أساسية، لو التزمتي بيهم هتلاحظي فرق كبير جدا في نعومة بشرتك ونظافتها وريحتها وحتى في إحساسك بنفسك. أول حاجة هي تقشير الجسم، ودي خطوة ناس كتير بتنساها مع إنها بتشيل الجلد الميت وتساعد البشرة تبقى أنعم وأفتح مع الوقت، وكمان تخلي أي مرطب أو منتج تحطيه بعد كده جسمك يمتصه بسهولة. تاني حاجة هي اختيار نوع الصابون أو الشاور جل المناسب، لأنه مش أي غسول ينفع لكل أنواع البشرة، واختيار المنتج المناسب بيفرق جدا في نظافة الجسم وريحته ومنع الجفاف أو تهيج البشرة. أما تالت وأهم خطوة فهي الترطيب العميق للبشرة والجسم، ودي الخطوة اللي بتدي البشرة النعومة والملمس الصحي وتحافظ عليها من الجفاف والخشونة، وتخلي جسمك وبشرتك دايما شكلهم مليان اهتمام ونضارة. والثلاث خطوات دول لو بقى عندك روتين ثابت ليهم صدقيني هيختصروا أكتر من نص رحلة اهتمامك بنفسك، وهيبقوا الأساس اللي هتبني عليه باقي الخطوات التانية. طب ليه تقشير الجسم والبشرة من أهم النقط في العناية ببشرتنا؟ الخطوة دي ممكن ناس كتير بتتجاهلها مع إنها بتفرق جدا في نعومة البشرة ونضارتها وحتى شكلها مع تقدم العمر. وعندنا طريقتين للتقشير. أول طريقة هي الطريقة الجافة أو اللي بيسموها الفرشة الجافة، ودي بتستخدميها قبل الشاور جل على جسم ناشف بحركات هادية في اتجاه القلب من 3 ل5 دقايق. يكفي انك تعمليها مرتين في الاسبوع لانها بتنشط الدورة الدموية وبتساعد على ازالة الجلد الميت وتنعيم البشرة، وكمان بتقلل من شكل الخطوط البيضاء في الجسم. اما الطريقة التانية فهي بتكون بالليفة المغربية، ودي بتكون اثناء الاستحمام بعد ما الجسم يتعرض للبخار او المية السخنة، ويفضل استخدامها مرة كل اسبوعين حسب طبيعة بشرتك، لان تقشيرها اقوى وبتشيل كمية كبيرة من الجلد الميت فمش محتاجة تتعمل بشكل متكرر. وبعد ما بنخلص التقشير يجي دور الغسول او الشاور جل المناسب. اختاري نوع ينظف البشرة من غير ما ينشفها، لان الهدف مش ان الجسم يبقى ناشف بعد الشاور، الهدف انه يبقى نظيف وفي نفس الوقت محافظ على رطوبته الطبيعية. وبعدين بتيجي اهم خطوة وهي الترطيب، ودي خطوة اساسية بعد كل شاور من غير استثناء. اول ما تنشفي جسمك وهو لسه فيه نسبة بسيطة من الرطوبة حطي كريم او لوشن مرطب مناسب، لان ده بيحافظ على نعومة الجسم ويمنع الجفاف ويخلي البشرة شكلها صحي. ونفس الفكرة للايدين والوش، بعد كل غسيل او وضوء حاولي ترطبي ايديكي، وبالنسبة لوشك استخدمي مرطب مناسب لنوع بشرتك الصبح وبالليل. مع الالتزام البسيط ده هتلاحظي بعد كام اسبوع ان بشرتك بقت انعم وانضر واحساسك بنفسك اختلف تماما، وهتلاقي انه مشاكل كتير كنت بتواجهيها في بشرتك وجسمك بدأت تختفي بالتدريج. طيب بعد ما اهتمينا بجسمنا من بره لازم نتكلم عن الاهتمام من جوه، لان الحقيقة مهما استخدمتي منتجات غالية لو اكلك مش متوازن هتلاقي بشرتك تعبانة وشعرك بيقع وجسمك مرهق ومش هتشوفي النتيجة اللي نفسك فيها. دايما افتكري ان الجمال الحقيقي بيبدأ من الداخل، اللي بتاكليه النهاردة هو اللي هيبان على بشرتك بعد كام اسبوع. وفي شوية عادات للأسف بتضر بشرتنا من غير ما ناخد بالنا، زي اننا نشرب مية قليل او نعتمد طول اليوم على الحلويات والمشروبات الغازية والوجبات السريعة، او ناكل كميات كبيرة من السكريات بشكل يومي. كل الحاجات دي مع الوقت
ممكن تخلي البشرة باهتة وتزود الحبوب وتقلل نضارتها. وعلى الناحية التانية مش لازم تحرمي نفسك من كل حاجة، المطلوب انك تنظمي اكلك بشكل بسيط تقدري تستمر عليه. حاولي يبقى في كل يوم مصدر بروتين زي البيض او الفراخ او السمك او البقوليات، وكمان خضار وفاكهة بألوان مختلفة علشان جسمك ياخد الفيتامينات اللي انت محتاجاها. ما تنسيش الدهون الصحية زي المكسرات او زيت الزيتون باعتدال، لانها مفيدة جدا للبشرة والشعر. وطبعا اشربي كمية كافية من المياه على مدار اليوم، لان الترطيب مش كريم بس بنحطه على الجسم، الترطيب الحقيقي بيبدأ من جوه. ولما جسمك يبقى مرتوي هتلاحظي فرق في نضارة بشرتك وحيويتها، وحتى شكل جسمك هيبقى صحي اكتر. افتكري ان هدفنا مش اننا نوصل للكمال، هدفنا اننا نبني عادات صغيرة نقدر نكمل عليها طول العمر، لان العادات البسيطة اللي بنلتزم بيها كل يوم هي اللي بتصنع مع الوقت بنت مهتمة بنفسها وببشرتها، واحساسها بنفسها بيبقى مختلف تماما. وعلشان نعرف نواصل كل ده لازم يكون عندنا روتين واضح يومي واسبوعي وشهري، لان الاهتمام بالنفس مش بيجي بالحماس اللي كل فترة، بيجي بالاستمرار. زي ما بنكتب اهدافنا للمستقبل وخطة لشغلنا او لدراستنا، لازم كمان نكتب خطة لاهتمامنا بنفسنا، لان انوثتك وجاذبيتك يستحقوا انه يكون ليهم وقت في يومك. اعملي لنفسك ورقة او نوتة واكتبي فيها ايه اللي هتعمليه كل يوم، وايه اللي هتعمليه كل اسبوع، وايه اللي هتعمليه مرة كل شهر. الروتين اليومي هيكون في غسيل للبشرة والترطيب والعناية بالشعر حسب احتياجه، والعناية بالجسم وشرب المية والنوم الكافي. والروتين الأسبوعي ممكن يكون تقشير الجسم أو مسقط للشعر والبشرة والعناية بضوافرك. أما الروتين الشهري فهيكون أي حاجة بتتعمل على فترات، زي إزالة الشعر الزيادة من الجسم، زي الحمام المغربي مثلا، زي تجديد أدوات العناية الشخصية بتاعتك أو تنظيفها، زي إنك تقصي أطراف شعرك، أو أي خطوة دورية بتحافظ على مظهرك. ولو في حاجة بتنسيها أو بتقع منك استخدمي المنبه على تليفونك واكتبيها في التقويم. ما تعتمديش على الذاكرة بتاعتك، لأن وسط مشاغل الحياة طبيعي إننا ننسى وحاجات تقع مننا، لكن لما الحاجة يبقى ليها موعد ثابت هتتحول مع الوقت لعادة انت ما تقدريش تستغني عنها. وفي نقطة مهمة جدا، لازم تعرفي نوع بشرتك، هل هي دهنية ولا جافة ولا مختلطة ولا حساسة، لأن اختيار المنتجات المناسبة هو اللي هيخليكي تستفيدي فعلا بكل حاجة بتستخدميها. ونفس الكلام على شعرك، اعرفي نوعه واحتياجاته وبناء عليها اختاري روتينك. وكل المعلومات دي بقت متاحة بسهولة جدا على الانترنت، هتلاقي ليها ملايين الفيديوهات. وكمان اهتمي بتفاصيل مظهرك قبل ما تنزلي من البيت، ابقي عارفة من بالليل هتلبسي ايه تاني يوم علشان ما تصحيش مستعجلة الصبح وتختاري اي حاجة. مش مهم اللبس يكون غالي ولا ماركة، المهم يكون نظيف ومكوي لو محتاج ومتناسق في ألوانه ولايق عليكي ويخليكي حاسة بالراحة والثقة. واهتمي كمان ان ريحتك تكون حلوة وهدومك ريحتها حلوة، لان التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتكمل الصورة كلها وبتخلي اي بنت شكلها شيك حتى لو كانت امكانياتها بسيطة. واهم حاجة عايزة اقولها لك، كل دقيقة بتستثمريها في نفسك مش رفاهية، دي استثمار في ثقتك بنفسك. لان البنت اللي كل يوم بتهمل نفسها طبيعي بعد فترة تبص في المراية وما تبقاش راضية عن شكلها، لكن البنت اللي بتدي نفسها حقها كل يوم حتى ولو بخطوات بسيطة بتشوف نفسها بعين مختلفة وبتتعامل مع الحياة بثقة مختلفة. وساعتها مش بس نظرتك لنفسك هي اللي هتتغير، حتى نظرة الناس ليكي هتتغير. هيشوفوا بنت مهندمة راقية مهتمة بنفسها وعندها حضور قوي في أي مكان بتدخله. وده عمره ما كان مرتبط بالفلوس الكتير، لكنه مرتبط بالاهتمام والذوق والاستمرار. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. أتمنى بجد إنك تكوني خرجتي منه حتى ولو بعادة واحدة بس تبدأي تطبقيها من النهاردة، لأن العادات الصغيرة هي اللي بتعمل أكبر تغيير مع الوقت. افتكري دايما إن الاهتمام بنفسك مش رفاهية ومش أنانية ومش علشان الناس، الاهتمام بنفسك هو رسالة بتقوليها ليكي كل يوم: أنا أستحق أبقى في أفضل صورة، وأستحق أحب نفسي وأهتم بيها. يلا نبدأ الرحلة دي كلنا مع بعض ونشجع بعض ونرجع نستعيد أنوثتنا وجاذبيتنا وثقتنا بنفسنا. ولو في أي نقطة أنا نسيت أتكلم عنها أو عندك معلومة حابة تضيفيها اكتبيها في التعليقات علشان كلنا نستفيد. ولو في موضوع معين نفسك أتكلم عنه في الفيديوهات الجاية اكتبهولي برضو، وأنا بإذن الله هعمل عنه فيديو بالتفصيل. ولو حسيت إنه الفيديو مفيد شاركيه مع أصحابك ممكن يكونوا محتاجين يسمعوه. خلص فيديو النهاردة، بس كلامنا مع بعض عمره ما هيخلص. استنوني في فيديو جديد قريب جدا. استودعكم عناية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.